ذكر أهل العلم، إلا فيه واحد من أنواع الموت لا يجب تغسيله، وهو الشهيد. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله. فإن هذا الشهيد لا يغسل، وإنما يبعث يوم القيامة بدمائه، تسيل جروحه دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. الأمر الخامس من موجبات الغسل انقطاع الحيض، والسادس هو انقطاع النفاس. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. وقال الله تعالى للحيض: قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر أنها لا بد أن تتطهر، وهذا التطهر هو يكون بالغسل، والغسل يكون بعد انقطاع الحيض. أما ما لم ينقطع الحيض فلا تتطهر، يعني لا يفيدها الغسل يعني. طيب، كيف تعلم المرأة بأن حيضها انقطع؟ سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه مفصلا عند الكلام على أحكام الحيض. وعموما ما دام أن ذكرناها نذكر الفائدة. تعلم المرأة انقطاع الحيض بأحد شيئين: إما برؤية القصة البيضاء. القصة البيضاء مادة بيضاء تخرج من مخرج الحيض تدل المرأة على انقطاع حيضها. الأمر الثاني أن ينقطع الدم. إذا انقطع الدم ثم تأكدت من ذلك بأن يعني تضع مثلا قطنة أو نحوه على مخرجه تمسحه به، فترى أن القطنة تخرج بيضاء ليس عليها شيء من الدم، فهذا يدل على انقطاع الحيض. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام حول الحيض وانقطاعه. الغسل الكامل صفته كالتالي. كيف يغتسل الإنسان؟ صفته كالتالي. طبعا عندنا نوعان من الغسل. عندنا غسل هو السنة أن يفعله المرء، السنة أن يغتسل بهذه الطريقة التي سأقول. ثم بعد ذلك نذكر الغسل النوع الثاني الذي هو الغسل المجزئ الذي يرفع عنه الجنابة فقط. أول شيء في الغسل أن ينوي بقلبه إزالة الجنابة، أن ينوي بقلبه رفع الجنابة. طبعا ما يتلفظ، ما يقول نويت أن أرفع الجنابة ثم يغتسل، لا، فقط ينوي بقلبه. الأمر الثاني ثم يسمي، يقول بسم الله، ويغسل يديه 3 ويغسل فرجه. إذا غسل فرجه، طبعا هذا للرجل والمرأة، إذا غسل فرجه بعد ذلك غالبا تكون اليدان فيهما شيء، فالسنة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته يضرب بيديه على الحائط ثم يفركهما، وذلك لأن الحائط عندهم كان طين، فكان إذا ضرب بيديه على الحائط التصق في يده شيء من التراب ثم يمسح. أما في عصرنا فالحائط ليس طينا، أحيانا يكون رخام في الحمام أو نحوه، ففي هذا الحال يأخذ صابون أو نحوه أو شامبو أو غيره ويغسل يديه حتى يتمضمض ويستنشق غيره بيد نظيفة. بعدما يغسل فرجه ويغسل يده بعد الفرج يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، تمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه إلى المرفقين، يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، وضوء كوضوء الصلاة. ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء، يبدأ برأسه حتى يشبع شعر الرأس، ثم بعد ذلك يعمم الجسد على بقية جسده. والسنة له أن يدلك بيده على جسده حتى يعني يعتني إذا كان هناك مكان ما جاءه الماء أن يصيبه. ينبغي طبعا أيها الإخوة والأخوات أيضا عند الاغتسال أن يعتني المرء بمغابن جسده. مغابن جسده بعض الأشياء التي قد لا يصلها الماء، كمثل مثلا تحت الإبطين ينبغي له أن يحرص على أن يغسلهما، ما تحت الفخذين. بعض الناس السمان يعني اللي مثلا وزنه يصل إلى 130-140 أحيانا يكون فيه عكن في بطنه، العكن المسافط، أحيانا يكون بطنه مصفط بعضها على بعض، فإذا انحدر الماء من فوق قد لا يصيب ما تحته، فيجب أن يرفعها ثم يغسل ثم يعيدها. هذا خاص بمن كان يعني بدينا. هذا فيما يتعلق بالغسل. إذا انتهى من الغسل يخرج من مغتسله ويذكر الأذكار الشرعية الواردة بعده، مثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، التي هي كفارة المجلس، يسن أن تقال بعد الوضوء بعد الغسل. هذا فيما يتعلق بالغسل من الجنابة. بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة التي طهرت من النفاس أيضا ينبغي لهما أن يحرصا على الاغتسال. والمرأة إذا أصابتها الجنابة أو أصابها الحيض طريقة الاغتسال واحدة، إلا أن فيه فرق بسيط. إذا كانت المرأة شعرها طويل وكانت قد جعلته جدائل، فإنها عند الجنابة لا يشترط أن تفك الجدائل،
لكن ينبغي أن تحرك الماء إلى أن يدخل إلى أصول الشعر، هذا في الجنابة. أما وذلك لأنها قد تتكرر فيكون مشقة عليها في فك الشعر وربطه. أما بالنسبة للحيض فإن المرأة تفك شعرها عند الحيض وتفكه أيضا عند النفاس، ولا بد أن تفك الجدائل هذه ثم تغتسل اغتسالا تاما حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر. كذلك ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن يحرص على أن يصل الماء إلى أصول الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقل البشر كما عند أبي داود والترمذي. لا ينبغي طبعا للمغتسل أن يسرف في صب الماء، فالمشروع أن يقلل من الماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يعني المد هو مجموع الكفين، مجموع ما يملأهما ماء، كان هذا يكفيه في الطهارة للوضوء، ومثلها 4 مرات الذي هو الصاع كان يكفيه صلى الله عليه وسلم للاغتسال من الجنابة. حتى إن بعض الناس كان حاضرا عند أحد الصحابة وهو يحدث بذلك، فقال له ذاك الرجل الجالس من التابعين، قال لا يكفيني صاع، أن تقول اغتسلوا بصاع ما يكفيني. فالتفت إليه غاضبا وقال قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الغسل من الجنابة أيضا ينبغي الإنسان أن يعتني بالسنة فيه، وأن يتمضمض وأن يستنشق. يعني نفرض أن إنسان قال أنا ما أريد أن أتوضأ وضوءا كاملا، أنا أريد أغتسل بسرعة، نقول إذن يجزئك أن تعمم جسدك بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فهذا يحل لك الصلاة بعده أيضا. وهنا مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس الآن يا جماعة، لو إنسان اغتسل ليس من الجنابة، اغتسل اغتسالا عاديا، يعني نفرض أن إنسان يعني كان هناك حر شديد أو نحوه فأراد أن يغتسل تبردا أو تنظفا أو نحو ذلك، فهل يجوز له بعد هذا الاغتسال أن يصلي أم لا يجوز له ذلك؟ تعلمون أنتم أن الاغتسال من الجنابة معناه الاغتسال من الحدث الأكبر، والاغتسال من الحدث الأكبر يرفع معه الحدث الأصغر فيجوز له أن يصلي. لكن كلامنا هنا ليس فقط في مسألة الجنابة، كلامنا لو كان إنسان يغتسل اغتسالا عاديا يتنظف مثلا من عرق أو يتبرد أو نحوه، هل يجوز أن يصلي مباشرة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يصلي، وذلك لأنه لا بد أن يرتب أعضاء الوضوء. فإذا انتهى من التروش أو انتهى من الاغتسال هذا للتبرد يذهب ويتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك إن شاء أن يصلي صلى. طبعا الغسل من الحدث الأكبر أيها الإخوة والأخوات يعني أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وربه، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن ينستر عن الناس، فإن الله حي كريم، ولا ينبغي للعبد في الحقيقة إذا اغتسل أن يتكشف. جاء في الحديث الذي عند أبي داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. كما يجب على المغتسل أن يستتر ولا أن يغتسل عريانا أمام الناس، وهذا بلا شك إن شاء الله معروف عندكم، لكني رأيت أن بعض الناس يعني بدأ يتساهل مثل ذلك، وهذا بلا شك أنه من عدم المروءة. الاغتسال كما ذكرت من الحدث الأكبر هو من جملة الأمانات، والإنسان الذي لا يغتسل من حدثه الأكبر لا شك أنه على ضلال وصلاته لن تقبل، ومشكوك أيضا في بقية عباداته إذا كان يتعمد عدم الاغتسال. طيب لو كان إنسان يا جماعة ليس عنده ماء، قال يا جماعة أنا يعني مثلا وقع منه احتلام في بر أو نحوه وليس عنده ماء يغتسل، ففي مثل هذا الحال فإنه يشرع له أن يتيمم كما قال عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال بعد ذلك وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ماذا تفعلون؟ فتيمموا. قال فتيمموا. إذا ما عندك ماء حتى لو أنك جنب يلزمك أن تتيمم للصلاة. طيب إذا وجد الماء بعد ذلك، يعني نفرض إنسان يا جماعة فرضا استيقظ في البر، لما استيقظ مثلا ليصلي الفجر وجد نفسه جنبا وفيه برد شديد وليس عنده ما يسخن به فرضا، ثم بعد ذلك يعني لم يجد الماء فيتيمم ويصلي، ثم بعد ذلك إذا تيمم وصلى فإذا دفأ الجو الساعة 9 صباحا أو نحوه واستطاع أن يغتسل كما قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذه باختصار أيها الإخوة والأخوات أحكام الغسل من الجنابة، وسيأتي إن شاء الله
في الحلقة القادمة الكلام على أحكام التيمم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.